السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا كده من عظمة الإسلام إنك لو علمت حد فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إنه هتزرع له نخلة في الجنة. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هتزرع لك نخلة في الجنة. طيب يبتدي بقى هو يفكرها ويحفظها، لا ده أنا عايز نخل كتير في الجنة. فيبتدي هو يقولها، وهو بيقولها تكون أنت مثلا بتاكل وبتشرب، فتكون أنت بتزرع لك نخلة في الجنة، هو تزرع له نخلة وأنت تزرع لك نخلة. تكون أنت قاعد مهموم حزين وربنا سبحانه وتعالى بيزرع لك نخلة في الجنة. تكون بتاكل وبتشرب او ماشي في السكة او في اي حتة او في الشغل، وربنا بيزرع لك نخلة في الجنة. سبحان الله، ما اعظم الدين الاسلامي يا جماعة. النصيحة الأولى والأخيرة، لو عندكم أي معلومة دينية وأي ذكر علموه للناس قدر المستطاع، ربما يكون سبب من أسباب دخولك الجنة، وربما تتفاجأ إن شاء الله يوم القيامة حسنات كتير. هو أنا من فين عملت ده كله من فين؟ فيقول لك بسبب الذكر اللي أنت علمته صديقك أو صاحبك أو أخوك أو أي حد. نصيحة والأولى، ما تكتموش أي علم أو أي معلومة دينية، عرفوها لكل الناس. اللي هياخد بيها لك المنفعة والصواب، اللي ما هياخدش إن شاء الله برضو ليك أجر تذكير غيرك. ما تبخلش في العلم وفي الدين بالذات.